السلام عليكم. بص يا صاحبي، هتكلم معاك في حاجه على السريع كده ان شاء الله. لو انت دايما بتقول هبدا بكره ومرت سنين وانت لسه واقف في مكانك، يبقى الفيديو ده معمول مخصوص ليك. النهارده هنتكلم عن حاجتين. اول حاجه، انت ليه لحد دلوقتي لسه ما بداتش؟ وتاني حاجه، ازاي تطور نفسك. بس قبل ما نبدا، حط لايك واشترك في القناه وصلي على النبي في التعليقات. انت ليه ما بداتش لحد دلوقتي؟ اولا، مش عارف ابدا منين. دي أكتر جملة بتتقال لما حد عايز يطور نفسه، بيحس إن الموضوع كبير أو معقد. زي مثلا واحد عايز يتعلم إنجليزي بس مش عارف يبدأ من الكلمات ولا من الجرامر ولا من الأفلام، فبيفضل واقف في مكانه ومش عارف يمسك خيط البداية. فالحل هنا إن أنت تبدأ بأي حاجة. ابدأ بأي حاجة، حتى لو 10 كلمات يوميا، أو فيديو على اليوتيوب، أو فيديو من مسلسل أو فيلم أجنبي. فأنت المهم إن أنت هنا تبدأ. المهم إن أنت تبدأ بأي حاجة حتى لو كانت حاجة بسيطة. تاني حاجة، مش فاضي. ما عنديش وقت. مش فاضي إزاي؟ إزاي مش فاضي وما عندكش وقت وأنت على طول ماسك التليفون 24 ساعة؟ إزاي مش فاضي ما عندكش وقت وأنت فاتح فيس طول الليل والنهار؟ إزاي مش فاضي ما عندكش وقت وأنت على طول على السوشيال ميديا؟ ويجي واحد مثلا، ده غريب، ده ما شاء الله غريب، بيتفرج على مسلسل 30 حلقة. 30 حلقة في يومين اتنين. بيتفرج على مسلسل 30 حلقة في يومين ويجي في الآخر يقول لك إيه؟ أصل أنا مش فاضي وما عنديش وقت. ففي هنا بقى في حاجة أهم بقى من ما عنديش وقت ومن تنظيم الوقت اللي أنا كنت أقول لكم عليه. كنت أقول لكم دلوقتي تنظيم الوقت، بس في حاجة أهم من تنظيم الوقت، وهي تنظيم الأولويات. هنبقى نتكلم فيها في فيديو لوحدها بعدين إن شاء الله. تنظيم الأولويات هنا، لأن الأولويات بقت كتيرة، في إنترنت وفي سوشيال ميديا مضيعة دماغنا، وفي حاجات كتير. وفي بقى حاجات أنت عاوز تتعلمها. تيجي هنا تقول لك إيه؟ أنا عاوز أتعلم إنجليزي، لا أنا عايز أتعلم برمجة، لا أنا عايز أعمل، لا أنا عايز أعمل. فأنت هنا حدد أولوياتك، وبعدين بعد ما تحدد الأولويات تنظم الوقت على حسبها. هتوصل للي أنت عايزه. تالت حاجة معانا، خايف أفشل. الخوف من الفشل ده حاجة صعبة. إن أنت تخاف تفشل أصلا دي حاجة صعبة. أنت المفروض أنت عادي لو فشلت، هفشل مرة والتانية والتالتة بس بعد كده هوصل. حطها كده قدام عينك، إن أنت لو فشلت مرة أو التانية أو التالتة، في الآخر هتوصل. الفشل مش عيب، بس إن أنت ما تحاولش هو ده اللي عيب. انت اصلا ما عندكش حاجه تخسرها، انت لسه عند نقطه الصفر. غامر، مش هتخسر حاجه، انت لسه عند نقطه الصفر. تخيل هتفشل فين اكتر من كده؟ انت تبدا وما تفشل، خلاص بعد كده كده مش محقق حاجه. فعادي لو فشلت، عادي لو فشلت. رابع حاجه معانا، انا كبير على التغيير. انت كبير على التغيير ازاي؟ عندك كام سنه؟ 40، 50، 60؟ ايه كبير على التغيير ده؟ لازم تبدأ تطور من نفسك وتحسن من نفسك. طول ما انت عايش ولسه فيك النفس لازم تبدأ تطور من نفسك. في ناس بتقول انا خلاص كبرت ومش خلاص كبرت. ما ينفعش، لازم تبدأ تطور من نفسك، لأن العمر مجرد رقم. العمر مجرد رقم. كولونيل ساندرز مؤسس كنتاكي بدأ وهو عنده 65 سنة وبقى واحد من أعظم رواد الأعمال في العالم. انت فين من ده كله؟ انت فين من ده كله؟ يا عم ابدأ وطور من نفسك. انت قدها. انت قدها، انت مش شويه عشان تفضل فاشل. انت مش شويه، انت مش صغير. احنا كبار يا جماعه. كده نكون خلصنا الجزء الاولاني اللي هو ان انت مش عارف تبدا، وايه اللي معطلك عن البدء، وايه اللي مخليك لحد دلوقتي لسه ما بداتش. خش على الجزء الثاني اللي هو ازاي تطور نفسك، في 4 نقط برضه. اول نقطه معانا، حدد هدف واضح. ما تقولش عايز انجح وخلاص. ما تقولش عايز انجح اللي هو بشكل عام، لا قول انا عايز اتعلم مهارة جديدة في مدة معينة. قول انا عايز اتعلم انجليزي في 3 شهور. قول انا عايز اخد كورس انجليزي في 3 شهور واكون بروفيشنال الدنيا تمام. او قول انا عايز مثلا اتعلم برمجة في 6 شهور. انا عايز في خلال سنة اكون بقيت كذا. كده توصل. حط هدف قدام عينك هتوصل له، انما ما تخليهاش بشكل عام. تاني حاجة معانا، ابدأ صغير. ابدأ صغير بس ابدأ. بس تبدأ. أهم حاجة تاخد الريسك وتبدأ. طالما بدأت اعرف إن أنت هتوصل. ابدأ، فهتفشل، فهتبدأ تاني وهتفشل، وهتبدأ وهتفشل، وهتبدأ وهتلاقي مرة واحدة ربنا كرمك. ربنا كرمك وهتوصل. طالما بدأت وغامرت هتوصل. أهم حاجة هنا البداية. خدها سلمة سلمة، ما تطلعش الدور التاني مرة واحدة. مفيش حد بيبدأ كبير. ابدأ صغير بس ابدأ، وفي الآخر هتوصل. ابعد بقى عن الناس السلبية الله يصلح حالك.
الناس السلبيه دي كده ايه، كلفتها لي كده وارميها. الناس السلبيه دي ابعد بعيد عنها. الناس السلبيه دي ابعد بعيد عنها، اسمع من هنا وطلع من هنا. لو سمعت للناس السلبيه هتفضل في مكانك ومش هتوصل لاي حاجه، اسمع مني. الناس السلبيه دي انت لو بعدت عنها هتبقى في حته تانيه. صدق نفسك، انت لو بعدت عن الناس السلبيه هتنجح. ايه، واحد بيقول لك انت مش هتوصل ويضحك عليك ومش عارف ايه، هو فاشل وعاوزك تفضل فاشل زيه وانت مش فاشل. رابع حاجه معانا، التزم لمده 21 يوم بالعاده. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز تعمل حاجه جديده وتستمر عليها، تعال على نفسك والتزم بيها 21 يوم. بعد كده هتبقى روتين يوم، الموضوع منتهي. ساعة ما تلتزم بالحاجه 21 يوم هتبقى روتين معاك والموضوع جميل ومفيش اي مشاكل. بص يا بطل، مفيش وقت تضيعه. الفرق بينك وبين اللي نجح ان هو خد الخطوه الاولى. ساعه ما بتبدا الخطوه الاولى خلاص انت وصلت. طالما نويت لله وبدات، اعرف ان ربنا مش هيخذلك، هتنجح ان شاء الله وهتوصل للي انت عايزه باذن الله.